خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية جميع الماليع داخل خارج أرض الوطن، تحية جميع المتتبعين ديالنا، وتنشكركم بزاف على التتبع ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في القناة ديالنا زكم ربي الحمام. اليوم اخوتي جيناكم في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله. بالنسبة للموضوع ديال الفيديو ديالنا اليوم الخوت، غنهضروا على المصير ديال الدجاج معنا هنا في السطح. واش نخليو الدجاج ولا لا؟ واش كاين شي اصلاحات جديده تطرا في الشجنه ديال الدجاج؟ واش حلينا المشكل اللي كان عندنا اللي بسببه نحيدو الدجاج؟ وشنو هما المشاكل اللي واجهونا مع اللي مواجهيننا دابا حاليا مع الدجاج؟ هادشي كلشي تشاهدوا معنا في هذا الفيديو. ولكن انا عندي واحد الفكره في راسي ونطرح عليكم المشاكل اللي مواجهاني والفكره اللي باغي نديرها انا، ونتمنى نتوما خوتي تكتبوا لي في التعاليق على رايكم في هذا المشكل. اول حاجه خوتي هي بلي راه الدجاج نحيدو عليا، نحيدو في مره، ولكن انا قلت نحيدو، ولكن نطرح عليكم واحد الفكره باش نديرها في عوط الدجاج. دابا الدجاجات كما تلاحظوا معنا عندي اسباب بزاف اللي مخلياني مقتنع باش نحيدو. اول سبب الخوت اللي مهم واللي هو اللي حط لي هاد الفكره ديال نحيد الدجاج، هي لقيت خوتي عندهم قميله في الشجنه وما بغاتش تحيد، والحمد لله بزاف ديال الاصدقاء ومتتبعين ديالنا بارطاجيو معايا بعض الادويه اللي نقدر نستعملها باش نحيدو لها. احنا حيدنا علينا مشكل، ان شاء الله نلاحظوا هاد الادويه ونداويو بها الحيوط. وثاني مشكل عندنا اللي كما تلاحظوا القطيع عندنا كبير. كنا في الاول دايرين حنايا خوتي هاد الدجاج كمشروح كهوايه، ولينا بانت لنا كمشروح، فقسنا كميه كبيره، كاين منها اللي مات، كاين اللي منها اللي بقى حي. الحمد لله ربحنا هاد البركه هذه اللي كاينه بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الاصدقاء اللي بارطاجيو لنا المعلومات. كاينين الناس عاوتاني يوقفوا معانا صيفطوا لنا شي حاجه، الله يخلف عليهم الخوت. كونا هاد القطيع تقريبا، كونا خوتي تقريبا الا جينا نحسبوا ما بين 40 حتى 45 دجاجه الاناث، وتقريبا ما بين 7 حتى 11 ديال الذكور، وعندنا جوج ذكورات بيبي ونسوه ديال بيبي وحده. هاد القطيع هذا ان شاء الله نحاول كل نهار هاد مده ديال 3 شهور على ما تجي القصه ديال البداله ديال الريش، نحاول نطلق لكم كل نهار الحصيلات البيض ديالو. دابا خوتي كما لاحظتوا معنا في الفيديوهات اللي من قبل ديال البارح ودول البارح، غادي نطلق لكم الحصيله ديال البيض ديال الدجاج. شحال تنهبط؟ الماكسيموم ما بين 10 حتى 17 دجاج، حتى 17 بيضه، ولكن 17 بيضه قليل. البارح اول مره تنهبط 17 بيضه، اما هي ما بين 10 حتى 16 بيضه. علاش تقول؟ نقدر بزاف ديال الاصدقاء يقولوا لي انت عندك مثلا نقولوا 40 دجاجه وتتهبط 16 بيضه، راه شي مشكل كاين ولا شي لعبه؟ المشكل اللي كاين الخوت اللي هو الدجاجات ديالنا ماشي عاد في عمرهم عام ولا عامين. كاين اخوتي اللي في عمرهم عام، كاين اللي في عمرهم عامين، كاين اللي في عمرهم 3 سنين، كاين اللي فاين 3 سنين عندي هنايا. بحال دابا مثلا هذه في يوم يا اخوتي عرفتي راه تقريبا شي 5 سنين من العام كورونا وهي عندي. كاين اخوتي شي في يوميات عاوتاني اخرين كبارين حتى هما من كورونا وما عندي. كاينين اخوتي شي بلديين اللي من كورونا حتى هما عندي راهما دابا ضاربين 5 سنين، وكاين اللي ضارب في عمرهم 4 سنين. هذه هي قديمه هي عندي. شكون اللي مازال جداد؟ هاد الكحل هادو. انا قلت اخوتي مي عندي هاد المشاكل، علاش ما نحيدش عليا الدجاج كله؟ ياك عفوا اخوتي، علاش ما نحيدش عليا الدجاج كله ونقي داك البيت مزيان ديالهم، وندير اخوتي الاصلاحات اللي باغي ندير في هاد الصيف على خاطري. وداك الساعه الدجاج اللي باغي نستغلو فين هو؟ عندكم هادي، ها واحد الله، ها جوج، ها 3، ها 4، ها 5، ها 6 ديال الدجاجات، ومازال يمكن شي جوج لداخل 6. انا نوريكم عاوتاني واحد اخرين. انا صادا على هاد الكحل، هي وحده، ها جوج، ها 3، ها 4، ها 5. كاينين عاوتاني هاد الحبه. انا قلت علاش نعزل شي 10 ديال الدجاجات مزيانين هما اللي نقدر نخلي، ولا مثلا نحيدهم عليا، وداك 10 الدجاجات مزيانين اللي باغي نخليهم انا فين نديرهم؟ عندي العائله في العربيه، صيفط لهم اخوتي داك الدجاجات اللي باغي نخلي العربيه يربيوهم هما. وعلى ما ندير الاصلاحات ديالي عندي جوج حالات: اما ندير الاصلاحات ديالي ونصيفط لهم مثلا، كاين عندي جوج حلول، هاديك هذا وداك الديك هذاك
مع هاد النتيوات هادو. بحال دابا هاد النتيوات نصيفطهم لهم، وداك جوج ديوكا مثلا 10 ولا شي 15 الدجاجه هكا اللي عارفها مزيانه عندي في القاطع ديالي، نصيفطهم للعربيه. وفاش نحتاج البيض نجيب البيض ديالهم وندير شي تفقيصه. دابا هادي هي اللي باغي ناخذ رايكم. دابا بزاف ديال الاصدقاء فاش هضرت معاهم بالنسبه على المشروع ديال الدجاج قالوا لي الا بغيتي تكون عندك شي انتاجيه مزيانه خصك الدجاجه ما تفوتش عندك عامين، تدخل العام الثالث بيعها. علاش؟ العام الاول تتبيض مزيان، العام الثاني حتى هو تتبيض مزيان، ولكن العام الثالث صافي تتبدا الدجاجه تكبر، تتقل الانتاجيه ديالها وما تبقاش تعطي ديك الانتاجيه اللي موالفه. فهمتوني؟ مثلا الا كانت تبيض لك، انا نعطيو حنايا مثال، مثلا دير دجاجه بلديه فقصت لك العام الاول، هانتوما قلنا مثلا فقصتي دجاجه بلديه، نهضروا حنا على الدجاج بلدي. اما الدجاج الاخر انا ما عارفش اخوتي ديال السلالات شحال يقدر يبيض في العام، حنا نهضروا على دجاجه بلديه. مثلا درتي دجاجه بلديه بيضات لك العام الاول 100، ياك مثلا بيضات 100، العام الثاني داك ال100 ما تبيضها لكش، تقدر تبيض لك 80، العام اللي موراه تقدر تبيض لك 60، هي تزيد في العمر وهي تقلل من الانتاجيه ديال البيض ديالها. دابا انا عندي جوج حلول. الحل الاول هو نحيد الدجاج كله ونخلي داك الدجيجات اللي عندي عزاز، مثلا هادي اللي كانوا صيفط لي الصديق، هاد الكحله هادي، هاد الكحله هادي، هاد الكحله هادي هي، داك الكحله راه هي خوتي، كاينه وحده اخرى لهيه، كاينه وحده اخرين راهما لهيه. هادو بحال دابا نخليهم عندي كما قلت لكم، اما نخليهم عندي في داك البيت هما اللي نبقى خدام بيهم بلا ما ندير لا تقيس لا والو، ولا خوتي نحيدهم ونصيفطهم للعربيه، ولا اما نصيفطهم للعربيه ولا نبيعهم لشي صديق، نبيع له نعزل داك اللي مزيانين كاملين ونبيعهم لشي صديق هكا من المتتبعين ديالنا بحال وجهنا اللي يتهلا فيهم هما وشي جوج ديوكا مزيانين. والساعه فاش نبغيو البيض نتواصلوا معاه ناخذوا عندهم البيض ديالهم. هذه ثاني حاجه. ولا خوتي نحيد عليا هادشي كله وناخذ رايكم في شي سلاله اللي تكون مزيانه اللي منها نتولعوا فيها جميع، ومنها خوتي تكون البيض ديالها مزيان وحتى اللحم ديالها مزيان، شي سلاله اللي ربيو. دابا بحيث اخوتي الا حيدت راني بزاف ديال الدجاج ما نديروش. مثلا الفيومي راه ما يعرفش يدور عندي، الفيومي ها المشكل اللي فيه بالنسبه للذكور ولا الاناث. شو الدجاج كله خوتي طونكيل، وهو شوف فين طالع، ها وحده راه فينا وحده راه طلعات لشي جنا الفوق، شي مرات تلقاه راه فينا، شي مرات يمشي للسطح لهيه باش في ريال فيومي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الفيومي البيض ديالو صغير، واحد تيبيض البيض ديالو صغير الخوت. ثالث حاجه الخوت شنو سميتو فيه الصداع بزاف. شنو انا باغي ندير شي سلاله وندير معاهم اخوتي، ندبر على شي جوج دجاجات بلديه ولا ثلاثه اللي يكونوا مزيانين. علاش داك الدجاجات بلديه ولا ثلاثه؟ باش اخوتي انا ما بغيتش نخدم الفقاصه، تكون عندي واحد الدجاجات بلديين اللي يخدموني على داك البيض ديال السلالات. هذه ثاني حاجه. هذه ثالث حاجه الخوت. دابا نتوما شنو بان لكم الخوت؟ واش اخوتي نحيد الدجاج ديالي كله؟ دابا راه في جوج حوايج عندي دابا ثلاثه ديال الاختيارات. اول اختيار نحاولوا هاد الايامات من هنايا على ما تبدا الدريش في الصيف نكون قضيت على داك القميله ونخلي لهم داك القضيه هكاك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نحيدهم كاملين ونعزل داك الحبات اخوتي اللي قلت لكم اللي مزيانين، ونصلح البيت ديالي. نصلح واحد الخويه طالعه فيه الضوء فيها، راكم عارفين في كاين الشبكه، نصلحها حتى هي باش ما يبقاوش يخرجوا منها. ندير لهم شي باب مزيانه مع هادي. نسيهم لهم الارضيه مزيانه، ندير لهم بولا خوتي ونشري لهم الماتريال الماتريال اخوتي ديال الكوربات ديال شنو سميتو يا ربي فكرنا في الشارع اخوتي، الكوربات دمي كنحيدهم عليا في خطره ونتواصل مع شي واحد هكا تيبيع الماتريال ديال الدجاج اللي يبيضوا فيه مزيان اللي كل شيء، نعاود لهم وقافات مزيانين ونحيد ما يبقاش هكا العدد كبير، يكون هي شي عدد قليل الخوت. هذه ثاني حاجه. ولا بحال دابا ثاني حاجه هي نصلحوا فيها البيت ديالنا. ولكن ثالث حاجه اما نخليو الدجيجات ديالنا هادو اللي مطلعينهم على يدينا، ولا نبداو جديد.
نبداو جديد بشي سلاله مزيانه. ولكن 100% الا بغيت نحيد ونخلي الدجاج ديالي نحيد عليه هاد الفيومي مثلا، هاد الذكر، هاد الفيومين الذهبيين. عاوتاني واحد المعلومه، مثلا هادي شي فيومين ذهبيين اخوتي راه مازال ما بداو يبيضوا حد الان. راه ما كاين اللي بدا يبيض وكاين اللي مازال بدا يبيض، فهمتوني اخوتي؟ هادشي علاش بغيت ناخذ رايكم. دابا هنا اخوتي غيكون سالا الفيديو ديالنا، نتمنى يكون عجبكم الفيديو وتولعتوا معنا. نتمنى نتوما تعطيونا رايكم في هذا الموضوع، شنو بان لكم؟ واش نخليو الدجاجات ديالنا ولا نحيدو الدجاج كله ونشوفوا شي سلاله اللي مزيانه اللي نخدموا بها، اللي تكون تتبيض مزيان وفي نفس الوقت تكون فيها اللحم مزيان واللحم ديالها مزيان، وكذلك نتولعوا فيها جميع. نتمنى تكتبوا لنا في التعليق، وما تنساوش اخوت تشاركوا معنا، راه ما بقى والو 7000 مشارك، نتمنى نوصلوها في اقرب وقت. وما تنساوش هاد العواشر المباركات تصلوا على رسول الله عليه وسلم باش تاخذوا لنا نتوما لا حنا شويه الحسنات. اللهم صل على رسول الله. واخر حاجه نقول لي تحيه الاسلام هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتشاف في فيديو قادم وموضوع قادم.